تبرأ رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم والعسكارية من تصريحات المدرب عادل عمروش التي قال فيها أن المغرب هو من يختار حكام مبارياته، والجامعة المغربية تفرض نفسها على الجميع، ونحن لن نواجه المنتخب المغربي فقط، بل سنلعب ضد منتخب كبير وأمور خفية أخرى. وقال كاريا في تصريحات نقلها الصحفي الرياضي والخبير الإعلامي السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كولينز أوكينيو: لا نؤيد تصريح مدربنا عادل عمروش بعد أن اتهم المنتخب المغربي بالهيمنة على كرة القدم الإفريقية واختيار الحكام الذين يديرون مبارياتهم. وأضاف المسؤول الأول عن كرة القدم التنزانية: نحن لا نؤيد هذا التصريح بشكل قاطع، إذ نحترم جهود المغرب في تطوير كرة القدم ونعرف ما سيتوجب علينا فعله حيال تصريح المدرب المستفز. والمتهور يذكر أن مدرب منتخب تنزانيا الجزائري عادل عمروش تنصل خلال الندوة الصحفية التي أقيمت اليوم من تصريحاته الأخيرة المسيئة للمنتخب المغربي، معتبرا أن كلامه أسيء فهمه، ولم يقصد إطلاقا التقليل من قيمة الأسود كأحد المنتخبات القوية في العالم.